السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مقدمة النهاردة غير اي مقدمة النهاردة مليانة فرحة وسعادة. بجد مش قادرة اقول لكم انا مبسوطة قد ايه. انا صحيت من النوم النهاردة على خبر حلو قوي، اللي هو تحرير سوريا، وان اهل سوريا فرحانين وراجعين بلدهم بسلامة وخير يا رب. ربنا يا رب يجعلها دخلة سعيدة عليهم، ويملى بيوتهم فرح وهنا وسعادة، ويعمروا سوريا تاني من اول وجديد، وعقبال فلسطين يا رب. الفرحة الكبرى طبعا بتحرير فلسطين. بس بجد انا مش قادره اقول لكم انا كنت مبسوطه قد ايه. انا ما كنتش ناويه منتج الفيديو دلوقتي، كان ورايا مشوار، طبعا كنت رايحه السوق، قلت هروح السوق واجي منتج الفيديو. بس بجد من كتر الفرحه اللي انا حاساها والسعاده، انا قلت لا، انا لازم اظهر الفرحه والسعاده ديت في الفيديو بتاعي، واقول لهم الف مبروك تحرير بلدكم، والف مبروك رجوعكم ليها بالسلامه، ويا رب تتجمعوا تاني من اول وجديد وتعمروها وترجع احسن من الاول كمان. وما ننساش نقول لكم طبعا ان بلدكم مصر تيجوا في اي وقت وتنوروها، وانتوا فعلا كنتوا منورينا، وكان كلكم ادب وذوق واحترام. وشكرا لكم كتير قوي بقعدكم في وسطنا. وبجد مش قادره اقول كلام اكتر من كده. خلاص يا حبايبي، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب، وعقبال فلسطين وكل الدول العربية يا رب تتحرر وتبقى كويسة، وكل أهلها يرجعوا له، ما يفرقش حد عن حد أبدا. قادر يا كريم. ويصلح حال بلدنا يا رب، ويجعل فيها الخير والبركة يا رب يا رب، ما نشوفش في بلدنا حاجة وحشة أبدا. بصوا بقى يا حبايبي، أنا هنا طبعا مقدمة الطاجن دي كلها أنا مقلتهاش، أنا كنت قايلها في الشورتس، في الإعلان بتاع الفيديو للشورتس. خلاص. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ انا كنت جايبه من فتره لسان. اللسان دوت بيبقى فيه لسان وفيه حته لحم كده في الاخر. بصوا انا قعدت اتحايل على ست كتير جدا، شيليها انا مش عايزاها، احنا مش بنحبها، انا برميها، انا مش عارف ايه. فالنهارده او امبارح انا كنت محتاره هعمل اكل ايه، ورحت مطلعاها وعملتها بالطريقه اللي هوريها لكم دلوقتي دي. انا عايزه اقول لكم بجد فاقت كل توقعاتي، كانت تحفه جدا، فوق التحفه بشويه. يعني احنا قعدنا كلنا، يعني مش قادره اقول لكم احنا كلنا منها قد ايه، مع اني ولا انا ولا الولاد بنحبها، بس بصراحه كانت تحفه جدا. مش هتكلم معاكم اكتر من كده، ندخل في الفيديو بتاعنا. انا هنا قطعتها قطع صغيره قوي زي لحمه اللحمه ام بصل كده، اللي هي بتاع طاجن الصعايده الحلو ده. فانا قطعتها مكعبات صغننه قوي. دي كانت عندي حله، الحله دي انا كنت مسيحه فيها زبده زي ما احنا شايفين كده، واللي فيها دي بواقي مرته على بواقي زبده كده، فقلت لا انا مش هغسلها، انا هعمل فيها زي ما بوريكم كده، بوريكم ان البني اللي تحت ده زبده او مرته. ماشي. انا خدتها اللحمه دي، انا غسلتها كويس، دعكتها في الاول بالدقيق والملح، دعكتها كويس قوي، ورجعت شطفتها تاني وهي صحيحه من غير ما اقطعها. ليه من غير ما اقطعها؟ لان انت غسلها بالدقيق والملح وهي متقطعه تبقى صعبه شويه. فغسلتها صحيحه بالدقيق والملح كويس قوي. بعد ما غسلتها بالدقيق والملح كويس قوي، شطفتها تاني تحت الحنفيه مره واتنين، وانا اوريكم في اول الفيديو ان كان فيها ده بواقي دقيق، فشطفتها تاني. ورجعت قطعتها مكعبات صغيره. وبعد ما قطعتها مكعبات صغيره، رحت عصر عليها عصره ليمون وقلبتها في الليمون، وما شطفتهاش منه تاني بقى، سبت الليمون منها فيها. خلاص يا حبايبي. وجبت الحله بتاعتي سخنتها كويس قوي. بعد ما سخنتها رحت حاطه فيها اللحمه. تمام كده. انا قلت لكم ان اللي كان بني اللي في الحله دوت مكان المرطه، مكان ما كنت مسيحه الزبده. واللي حابب يعرف الزبده بتتسيح ازاي يكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هوريها لكم. خلاص يا حبايبي. انا هنا حطيت عليها رشه فلفل اسمر عشان وحدتين كبابه صيني، اولا اني ما عنديش 7 بهارات، عشان كمان اللحمه وهي بتتشوح تديني ريحه حلوه. تمام كده. فانا هنا حطيت عليها رشه فلفل اسمر، وحطيت عليها رشه وحدتين 7 بهارات بس. ما حطيتش عليها اي حاجه تانية، ولا ملح ولا بصل ولا اي حاجه خالص. هو زي ما احنا شايفين كده. وهفضل اقلب فيها لغايه لما تنزل ميتها كلها تماما، مبقاش فيها ميه خالص. اول ما تنزل ميتها معايا احط عليها فص توم، يعني تقريبا نص معلقه توم كده، واحط لا، نص راس توم. واحط عليها كمان معلقه هريسه شطه. تمام يا حبايبي، لغايه كده كله شيء واضح، ولو في حاجه واقعه منكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقولها لكم. تمام. بس بجد انا فرحتي النهارده لاني شايفه شعب مبسوط وفرحان وبجد انتصار جميل قوي ليهم، فبجد مش مركزه قوي في الفيديو. خلاص. خلينا هنا. هنعمل احنا قلبنا كده، اول ما نحط التوم بقى او حته الهريسه دي، او التوم بس من غير هريسه اللي ما بيحبش الحاجه حاره، هنحس كده بريحه حلوه قوي قوي بجد. هنا خلاص بقعد اقلب فيها، وحطيت هنا ده كان عندي كرفس، حطيت عود كرفس، حتى حطيته صحي زي ما هو كده. قلت عشان لو حد مش حابب ياكله اشيله، بس لا، احنا كان عادي فيها، كان جميل جدا. انا عامه بحب الكرفس في الاكل، والكرفس بيديها ريحه وطعم حلو قوي. وحطيت كمان رشه كمون. هنقول البهارات كلها مره واحده.
رشه كمون، رشه كزبره، حطيت رشه جنزبيل. ما حطيتش بهارات كتير، لو عندك 7 بهارات حطي رشه 7 بهارات، انا ما كانش عندي. خلاص كده انا حطيت رشه كمون وقلبتها. بصوا بوريكم ان الحله من تحت بصوا خدت لوني ازاي. انا عايزه كده، يعني عايزه الحله بتاعتي تنشف لدرجه ان هي تاخد لون بس ما تتحرقش. نخلي بالنا في فرق بين اللون البني وبين الحرق. الحرق هيديني مراره، انما اللون البني هيديني طعم حلو كده للصوص اللي هينزل منها. تمام يا حبايبي. حطيت كمان ورقتين لوري، وما ننساش ان انا حاطه في الاول خالص واحدتين كبابه صيني، وحطيت ورقتين لوري، وحطيت كمان اللهم صل على النبي، انا هنا حطيت الطماطم. هنا كنت نسيت الكزبره والملح، هرجع احط كزبره واحط ملح، وحطيت كمان رشه جنزبيل. خلاص. انا بحب احط في اللحوم بتاعتي رشه جنزبيل، اولا بيقوي المناعه، ثانيا لو في اي زفره لو في اي حاجه بيشيلها، بس رشه صغيره عشان اللي معدتهم تعبانه واللي ضغطهم عالي. هنا كانت خلاص زي ما احنا شايفين اللحمه دخلت في السوا معايا، والطماطم بتاعتي اتسبكت تماما. خلاص انا كده حطيت الملح، وكنت افتكرت ان انا ما حطيتش رشه الكزبره، حطيتها. وهنا كان عندي معلقه حمص طبيخ. خلاص. كنت غسلاها وحطها في المصفى، صفيتها وحطيتها عليهم. وهنا ازود شويه ميه صغيرين قوي بس عشان تعمل لي صوص وتكمل تسويتها فيها. ما نزودش ميه كتير عشان ما تقلبش معانا شوربه. يعني هنا دي كانت ربع كوبايه. خلاص. وحطيت معلقه سمنه بلدي او اي سمنه انت حباها، ولو حابه من غير سمنه خالص هي كانت دسمه جدا، ولو انت حابه من غير سمنه ما تحطيش سمنه. خلاص. انا حطيتها بس ايه للتنكيه، يعني مش اكتر من كده، انما هي كانت دسمه كان مظبوط، مش محتاجه سمنه. انا جبت الطاجن بتاعي وفضيتها في الطاجن زي ما احنا شايفين. خلاص. في تكايه انا نسيت احطها، هوريها لكم في اخر الفيديو ايه اللي انا حطيته. واللي وصل معايا لغايه هنا ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ومبسوطه جدا بكل حبايب قلبي اللي نوروني ودخلوا جديد في القناه، انا مبسوطه بيكم قوي بجد. وهستنى تعليقاتكم واستنى رايكم في الوصفات وتقولوا لي القناه عجبتكم ولا لا. ولو في اي تعليق يحتاج ايه تعديل في القناه، يا ريت تكتبوا لي وتقولوا لي علشان نفيد بعض. مفيش مشكله، واللي حابب وصفه يكتبها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هعملها له، لان انا بصراحه ببقى محتاره جدا في الوصفات اللي انا بنزلها. فاللي حابب يعرف وصفه معينه يكتبها لي. بصوا هنا يا حبايبي انا عملت رز بالشعريه. انا قلت اعمله معاكم المره دي، انا المره اللي فاتت ما عملتوش معاكم، المره دي قلت اعمله معاكم. انا بجيب سمنه على زيت وبحمر فيها الشعريه زي ما احنا شايفين كده لغايه ما توصل للون الذهبي الغامق. انا مش عايزاها بني، انا عايزاها ذهبي غامق، انا ما بحبش الشعريه غامقه كده. ده لونها كويس او بتديني لون حلو للرز وطعم كمان جميل. وبجيب الرز معي، انا بحط الشعريه قد الرز، يعني حطيت كوبايه رز بحط كوبايتين شعريه، حطيت كوبايه رز بحط كوبايه شعريه. انا بحب الشعريه كتير، ممكن كمان ازود الشعريه عن الرز، وملح وفلفل اسمر، وهقلبهم مع بعض. هفضل اقلب ونخلي بالنا الرز بيتغسل ساعه العمايل بالظبط، ما بنقعوش. انا لو نقعت الرز وجيت اقلبه بالتقليب زي ما انا ما بقلب كده هيتكسر معايا، انما لا انا بغسله وبحطه في الحله على طول، بفضل اقلب لغايه لما بينشف معايا تماما، وبحس ان كل رزايه اتغلفت بالمواد الدهنيه اللي فيها، سواء رز بس سواء زيت بس سواء سمنه بس، ايا كان. بس هو يفضل زيت على سمنه. لو انت ما عندكيش السمنه ممكن تعمليه بزيت عادي، بس الافضل انك تحطي شويه زيت مع السمنه عشان يطلع لي مفلفل كده وحلو. السمنه بس، او لو انا عملت بزبده بحيث ان الرزايه ماسكه ببعضها، انما الزيت كده بيديله لمعه حلوه وبيديله حته فلفله. خلاص يا حبايبي. هحط هنا الميه بمعيار عقله فوق الرز، ماشي بعنايه كده بوايم. انا بصراحه ما مش بعاير، يعني لا بعاير الرز ولا بعاير الميه، انا بعنايه كده بمقدار عقله فوق الرز ايا كان نوع الحله. خلاص. وبظبط ايدي كده عليها، انا كده زي ما احنا شايفين كده تقريبا عقله فوق الرز. خلاص يا حبايبي. واحطه على النار مجرد ان هو يغلي، هوطي عليه وهنشوف دلوقتي اهي زي ما احنا شايفين كده هو غلي معايا، والميه اتشربت من الجناب كده شويه، فضل ايه نقطه ميه في النص او شوربه ايا كان. هديله تقليبه كده صغيره، في ناس ما بتقلبوش، لو مش عايزه تقلبيه ما تقلبوش، وطي عليه وسيبيه، انما انا بحب اديله تقليبه كده صغيره. بحب لما اجي افتح الرز كده الاقيه مفرفت من بعضه، مش بحب الاقيه قطعه واحده. زي ما احنا شايفين كده كده كان خلاص استوى معايا. انا مجرد ان انا قلبته بعد ما اتشرب كده بروح موطيه عليه، موطي عليه شعله صغيره، وبسيبه بقى يكمل سواه كده. ده كان الطاجن بتاعي طلع معايا من الفرن زي ما احنا شايفين كده، شايفين كميه الدسامه اللي عليه. بصوا عيب الطاجن الوحيد ده ان هو كان حلو جدا، بامانه هو العيب الوحيد اللي فيه ان هو كان حلو جدا. ليه بقى؟ لان احنا كان حلو ودسم، فقعدنا كلنا، وانا من النوع اللي ما بحبش الدسامه في الاكل بتتعبني. بصوا التكايه دي انا كان عندي شويه حمص الشام حطيتهم عليه، قلت هجربه، بصراحه كانوا حلوين جدا. ايه ده؟